صحيح دفاعي كويس، صدقوني يا جماعه النادي الاهلي لا خوف عليه من ناحيه التهديف ومن ناحيه الهجوم. لا احنا هنهاجم، واحنا كمان يعني ماتش الاهلي والزمالك كلنا عارفين يا جماعه ان هو ما فيش تحفظات دفاعيه، لا الاثنين عايزين يكسبوا، فهتلاقي ماتش سريع، هتلاقي ماتش ممكن ما تلاقيلوش حسابات كبيره، اللعيبه عايزه تجتهد، لعيبه النادي الاهلي عايزه تنزل تكسب، لعيبه النادي الزمالك برضه عايزين ينزلوا يكسبوا برغم كل المشاكل اللي بتحصل مع نادي الزمالك وتاخير مستحقات اللعيبه ومشاكل على الارض بتاعت 6 اكتوبر، واللعيبه ما خدتش فلوسها ليها فتره كبيره. ولكن ماتش الاهلي والزمالك ماتش مختلف تماما. ماتش الاهلي والزمالك مالوش اي حسابات، ما تقدرش تتوقع مين اللي هيكسب، برغم لو انت قلت لاي حد ده سكواد النادي الاهلي وده سكواد نادي الزمالك هيقول لك هو مغمض سكواد النادي الاهلي هو اللي يكسب. ولكن الفتره اللي فاتت لا يعني اداء الاهلي لقك، فان شاء الله باذن الله يكون المكسب حليف النادي الاهلي بكره، ويقدر النادي الاهلي يجيب ال3 بونت اللي هم مهمين جدا جدا، هيطلعونا من عنق الزجاجه. يعني لو حصل والنادي الاهلي باذن الله كسب هيبقى ماتش الموسم، وان شاء الله يكمل القصه ويكمل الدوري ويكسب الدوري باذن الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الغيابات كبيره جدا، يعني انت عندك زيزو غايب، عندك امام عاشور غايب، عندك اشرف داري غايب، عندك محمد مجدي قفشه غايب، عندك جريديشار غايب، عندك شكري غايب، عندك اكتر من لعيب غايب. فاحنا النهارده لو جينا نتوقع ايه اللي ممكن التشكيل اللي يلعب بيه النادي الاهلي، مش هيطلع ان شاء الله من اللي هقول لك عليه. محمد الشناوي، عندك محمد هاني، احمد كوكا، وهيلعب ياسر ابراهيم، يا اما العش يا اما مرعي، بس انا اتوقع كمان ان هو هيلعب العش. تمام. نص الملعب طبعا لو كابتن عماد النحاس زي ما قلنا عايز يكسب يبقى هينزل احمد رضا بدل اليو ديانج. عايز يامن دفاعاته فهتلاقيه لاعب بمروان عطيه ولاعب باليو ديانج ولاعب بمحمد علي بن رمضان، وهيلعب قدامهم تريزيجيه واشرف بن شرقي ومحمد شريف في خط الهجوم. ودي تقريبا التشكيله اللي هيلعب بيها عماد النحاس. وربما الكابتن عماد النحاس يفاجئنا بكره وينزل احمد رضا ويطلع اليو ديانج، يعني يبقى موجود جنبه على الدكه، علشان انت النهارده محتاج ان انت تعزز هجومك، محتاج ان انت يبقى عندك دوافع هجوميه، محتاج ان انت تكسب الماتش بتاع بكره. جماهير النادي الاهلي مش هتصبر عليه، جماهير النادي الاهلي مستنيه ماتش الاهلي والزمالك ده بفارغ صبر من ساعه ما جماهير الزمالك قال لك عايزين الاحمر دلوقتي، عايزين الاحمر دلوقتي.